كلمنا شوي عن رحلتك في الثانوية العامة. والله في الثانوية العامة زي ما قلنا في البداية خالص، يعني البدايات مش اللي تحكم بها على نفسك. يعني أنا في البداية ما كنتش أقوى حاجة يعني، ولكن الحمد لله كان المستوى فيه تصاعد يعني. فأنت يعني أول شهور دي مش هي المقياس أبدا أبدا أبدا. حتى لو هتبدأ متأخر بظروف معينة ما تشغل يعني، ما تخافش أو تقلق أو تحس الأمور انتهت، لا. لكن ابدأ بس ابدأ صح. زي ما قلنا مثلا أنت مثلا الحاجة اللي بدأت بيها هتضاعف شوية أكيد مجهودك طبعا. وغير كده مثلا في آخر السنة لما الناس تكون بتخلص، أغلب الطلاب بيبقى أصلا الناس الحياة اللي خدها في الأول. أنت ممكن تعوض ده بإنك تذاكر كويس وتعمل مراجعات بسيطة كل فترة، بحيث إنك أنت بداية في آخر السنة تحس نفسك أنت الحمد لله فاكر. فأنت حتى لو خلصت متأخر بعدين شوية هيبقى هو الفترة اللي هو في بيلم فيها الحاجات اللي في الأول وقعت منه، فدي هتعوض دي. فأنت أهم حاجة بس ابدأ وخليك عندك إدارة لوقتك يعني، وإدارة إزاي هتعامل مع فترات السنة عموما. يعني من أهم الفترات طبعا برضو اللي هي ما ينفعش يعني تفرط فيها، خاصة كده قبل الامتحانات. يعني زي ما قلنا احنا مثلا شهر 4 مثلا أو شهر 3 من شهر 3 لآخر السنة، دي اللي بتحدد، دي هات آخرك فيه مهما كان تقصيرك ومهما كان مش عارف إيه. هات آخرك في ال3 شهور دول، لأنه هم دول هيفرقوا معاك جامد يعني. وخلي عندك عنوان كده أو فكرة في راسك: أري الله منك خيرا. طول ما أنت بتعمل اللي عليك وبالمتاح، نحن مش بنطلب منك حاجة مستحيلة، لا. خلي عندك فكرة أنا متاح لي كذا، ما ترهقش نفسك حاجات أنت مش متاحة لك عشان ما تتعبش. اعمل المتاح وتفكر في الإبداع يعني. بالضبط. يعني إيه، اتفقنا إن أنت لازم يكون عندك يعني تمانجمنت الوقت بتاعك كويس. خلاص هي حاجة مهمة جدا يعني، لأن إحنا بنستخدم الوقت غلط. أكثر حاجة بنستخدمها غلط هي الوقت. الثانوية العامة يعني بتكون صعبة في المراحل الأخيرة، ده بيخلي طلاب كتير تتوجه في طريق غلط. للأسف. طرق جيش كتير خالص. الطريقة الرائجة منهم في الوقت الحالي هي السماعات. يعني ضيعت أجيال. في أجيال كتير اللي هم آخر كم سنة دول هم مش مدركين كمية المشكلة اللي حصلت يعني، أو اللي هم عملوه في نفسهم. أي والله يعني للأسف بقية الموضوع بيجي منتشر إن هو سهل. يعني أنت هو فتنة كبيرة جدا. يعني أنت مثلا واحد لسه هتخش 3 سنة، شايف الأكبر منك واحد كان بيروح الدروس وتعبان ومش عارف إيه وبيذاكر وحابس نفسه في البيت، واحد تاني 24 ساعة برا وبيعمل اللي عايزه. في الآخر اللي بيذاكر ما جابش واللي دخل بسماعة وكان طول السنة مقضيها جاب. دي هنا ده مثال طبعا. فدي فتنة عظيمة جدا. ولكن والله هي مش بكده يعني. زي ما قلنا أنت كده كل واحد واخد نصيبه. يعني هو اللي بيذاكر ده تعب، هو مكتوب للكلية اللي هتخيلها. تمام. يعني انت كمان احتسب الاجر، يعني في كل لحظه انت بتقعدها وبتذاكر دي فيها اجور. فانت برضه تحط دي تهون عليك. ودي طبعا احنا زي ما قلنا يعني هتروح فين؟ ما ربنا يطلع عليك، ربنا يطلع عليك. ونحن بنعمل مش عشان الدنيا الفانيه دي كم سنه هنعيشهم. يعني اقصى واحد فينا هيعيش كم؟ يعني 80 90 سنه ولا حاجه هتخلص برضه. لا، وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد يعني؟ تمام، جبت 50 60 70 بعدين خلاص انت عصيت ربنا في ان انت تجيب المجموع ده بالضبط. هتعمل ايه بعدين يعني؟ فهي بصراحه طريق غلط خالص جدا. ما يغركش فكره ان كله بيجيب وكله ايوه يعني كلهم اتيه يوم القيامه. فرض يعني زي ما قلنا احنا بنسعى وكل هدفنا الاخره، حياه الخلود الباقيه، ولا الاخره خير وابقى. بس فانت يعني برضو نحن مش عايزين مثلا نقول اللي دخل بغش ده كل حياته هتبقى جحيم كده. ممكن تلاقي ناس غشت وحياتها ماشيه زي الفل وعدى في الكليه وجاب مجموع، وبعدين كمان يعني ربنا فتح عليه. ما يغركش ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فده ممكن يكون استدراج من الله عز وجل، انه فتح عليه وهو برضه مصر. يعني مثلا حتى ما ندمش ولا تاب عن الذنب اللي هو عمله، ولا حد يفكر ان هو ده ستر من الله عز وجل. لا. فانت ما تخليش برضه مقياسك الدنيا، ولكن خلي المقياس في الاخره. فاهم حاجه يعني انت يعني هل ربنا راضي عنك ولا لا انت بتعمل كده؟ يعني هي دي اهم حاجه تحطها في بالك، ربنا راضي عن الفعل اللي انت بتعمله ولا لا. بالظبط. يعني زي ما قلنا احنا الواحد مشفق برضه على يعني الطلاب، ان هو احنا عندنا تقصير برضه في حته كده، ان الايمان بالقضاء والقدر هو مش مؤمن. يعني التسليم لله عز وجل حاسس نفسه لا، يعني ان هو لو دخل بالغش مش عارف لا هيبقى كذا كذا. انت اصلا كل حياتك مكتوبه. يعني انت تسعى بس وتاخد بالاسباب مش اكتر.
فانت طريقك خذه بالحلال عشان ربنا يوفقك ويكرمك ويجازيك خيرا في الاخره. في السماء يسوقكم وما وما توعدون. توعد. رحت شمال رحت يمين، المكتوب لك هتعرف. بالضبط. حكمة ماشي بيها عامة، حكمة أو مبدأ ماشي بيه عامة في حياتك. والله يعني اعمل اللي اقدر عليه، وربك كريم، ربنا الكريم. يعني انت بتعمل المتاح لك او اللي تقدر عليه حتى لو جيت متاخر، وربنا كريم. يعني حاول على قد ما تقدر تسلم امرك لله عز وجل، وتكون على يقين ان كل اللي بيحصل لك هو ده خير. يعني لو الواحد حتى تعرض عليه كل الاقدار هيختار هو المكتوب له، لان هو ربنا يعلم. انت حتى يعني هو ربنا عالم بيك، ممكن تقول نفسي مش عارف كذا نفسي كذا، ولكن ربنا عالم ده ممكن لو اتيح لك هتستخدم بطريقه غلط هيؤدي الى هلاكك. هو حياتك مترتبة بشكل معين، بشكل ما، إنه هو الأفضل بالظبط. لك. يعني انك تبدا انك تبدا في الحاجه اللي انت عاوز تبدا فيها شغل، عاوز تبدا. في ناس بتكون حابه انها تبدا شغل خاص او دراسه او تعليم حاجه معينه وبيستنى الظروف المثاليه، غالبا مش بيبدا. للاسف يعني او غالبا بيقول انا اتاخرت، فان تبدا متاخرا خير من ان تاتي متاخرا خير من ان تاتي. ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. فبس يعني مش لازم الظروف تكون مثاليه نوعا ما. ايوه صحيح. اوريكم ان الظروف مش مثاليه في بس فرصه الاضاءه. زي ما قلنا احنا البدايات اهم حاجه تبدا، مش مهم تبدا 100%، ابدا حتى 10%، بس ابدا.